خسرنا بسبب ضاعت الرميات الحره، اما ان انس اسامه وكاجو. لو الرميات الحره راحت كتير دي كنا كسبنا. الماتش النهارده كان حلو ما بين الاهلي وما بين الاتحاد، ماتش فعلا يستحق يكون نهائي بطوله. مدرب ما كانش عارف يوظف اللعيبه صح في الملعب، وقله الرجوله شويه. في الاخر بنقول قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله كل يجيب ربنا كويس، ونرحب بالناس كلها اللي موجوده، وشرف لينا الناس كلها اللي جت النهارده، والحمد لله رب العالمين. طبعا كنا متوقعين الاتحاد يكسب النهارده، ولكن احنا فرقتنا كويسه والله، بس النهارده ما كانش في حالتهم. والله هو عدم التوفيق مع بعض اللعيبه بتاعتنا للاسف، يعني في الرميات الحره دي ذهب زي ما بيقولوا. الرميات الحره احنا مضيعين رميات حره ياما، وفي حاجات احنا قطعناها وما قدرناش نسجل ياما، فهو التوفيق وعدم التوفيق برضه. ان كان في بعض من الرعونه وبعض من الاعصاب المشدوده من بعض اللاعبين، ارتكبنا اخطاء كثيره ولم نوفق في رميات ثلاثيه كثيره. حتى انس اسامه اللاعب الذي كنا نتعشم في انه يرمي الثنائيات كان ضعيف ب50 أو 60%. المسؤول عن النهارده، لا النهارده المجلس لسه مستلم امبارح، مجلس الاداره لسه مستلم امبارح، احنا ما بنلومش اللوم على حد. يعني اقل واجب ان هو يكون مثلا في اسكندريه، ليه ما يلعبش في اسكندريه؟ انا مش فاهم. رعونه اللعيبه طبعا. انس اسامه، انت بتاخد بالدولار يا انس، انت مش لعيب مصري، انت محترف، انت بتاخد بالدولار، مش هيتعامل معاك انت مصري. مضيعين يجي 10 رميات جزائيه النهارده كانوا كسبوهم الماتش. رعونه بعدها رعونه.